محمد شخص عادي جدا، بيتفرج على التلفزيون وبيحب الاعلانات وبيفتح فيسبوك وانستجرام وبيشغل صور من يومه، بيتابع اللايكات والكومنتات على بوستاته وبيحس بسعادة لما يلاقي ناس كتير عجبهم اللي بيشيروا. بينزل يعمل شوبينج كل فترة وبيحاول يبقى على الموضة ويتابع كل جديد، لحد ما محمد يجي عليه يوم ويقعد يفكر ويسأل نفسه ليه انا بعمل كل ده؟ وهل دي فعلا حياتي؟ هل ده اللي المفروض اعمله؟ هل ده بقى الطبيعي بتاعي وبتاع الناس كلها؟ ومن هنا بقى محمد بيبدأ يفوق ويفكر. اهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة Literally Me Characters، والنهاردة هنتكلم عن اكتر حد طلبتوه وهو مستر روبوت. مستر روبوت وهو الشخصية اللي قام بدورها رامي مالك، وهي شخصية الهاكر عنده اضطرابات نفسية زي الفصام والوحدة، ومدمن للهيروين وحبوب منشطة زي المورفين وغيره. مش عارف انتوا ليه بتحبوا، يعني مش فاهم، بس يعني خلينا نكمل. طب ايه هي شخصية مستر روبوت دي، وايه اللي خلينا نتكلم عنها النهاردة يا عم خالد؟ والله عشان كومنت جه عليه لايكات كتيرة فقلت نعمل عنه بقى. بس تعالى برضو نفهم اكتر. بص يا سيدي، مستر روبوت ده احنا ممكن نقسمه لشخصين، شخص اسمه مستر روبوت وشخص تاني اسمه إليوت. هكلمك عن الاتنين بالتفصيل دلوقتي. نبدأ بإليوت. إليوت في بدايته كان طفل لأب وأم وعنده أخت وحيدة. في طفولته مات أبوه بسبب حادثة تسمم كانت بسبب الشركة اللي هو شغال فيها، وهي شركة ايفل كروب. شركة ايفل كروب دي هي شركة اقتصادية عملاقة من الشركات الكبيرة في سوق الاقتصاد والبورصة، وكيان رأس مالي عملاق. يعني بعد حادثة التسمم دي اترفع على الشركة قضايا كتير، ولكن في النهاية الرأسمالية بتكسب ومفيش أي حاجة بتحصل للشركة، وبتخرج من كل القضايا بدون أي خسائر. وبعد الحادثة دي اللي توفى على أثرها والد إليوت، بيتعرض بعدها إليوت لصدمات نفسية متعددة، وبيتحول بالتدريج لشخصية مختلفة عن نفسه، وهي شخصية مستر روبوت. This guy is definitely not me. And I am definitely not him. طب إليوت ده عايز ايه؟ في الحقيقة إليوت فلسفته انه عايز يكون الشخص الطبيعي العادي المغيب عن الواقع، الشخص اللي عايز يعيش زي باقي الناس. إليوت هو انا وانت وكل الناس اللي عايشين في العالم ده، ولكن بيلاقي صعوبة في انه يظهر ويكون هو المتحكم في نفسه بسبب وجود شخصية تانية جواه مسيطرة عليه، وهي مستر روبوت. Please, you have to do something. You have to help me. Say something, make him tell me. Stop talking to them! وتعالى بقى اكلمك عن شخصية مستر روبوت ونشوف عايز مننا ايه الجدع ده. والله هو عبارة عن شخصية خيالية بناها البطل بتاعنا جوه دماغه وجوه عقله بعد الصدمة اللي اتعرض لها بعد موت ابوه، كميكانيزم دفاع. عشان كده بتكون الشخصية دي بتظهر على شكل ابو إليوت. No, this isn't my family. None of them are real. Neither is whoever you're talking to. You're not real. وبظهور الشخصية دي أو الجانب ده من البطل بيبدأ يعمل كل حاجة هو ما بيعرفش يعملها بشخصيته العادية. بظهورها بيكون أجرأ ومتمرد أكتر وشجاع أكتر. طب فلسفتها إيه بقى؟ طبعا حكيت لك فوق الصدمة اللي تعرض ليها بطلنا من صغره، وعلى أثرها بدأ يجيله زي فصام وبدأ يخلق شخصية مستر روبوت دي جواه. هدف بقى الشخصية دي من البطل هي إنها تاخد بطار أبوه وطار كل الأشخاص اللي تعرضوا للخسارة من شركة ايفل كروب أو من الشركات غيرها في النظام الرأسمالي عموما. شخصية مستر روبوت هي زي الشخص اللي شاف العالم ده على حقيقته، وشاف قد ايه العالم ده مزيف ومش حقيقي، وقد ايه احنا زي العبيد مغيبين عن الواقع وملهيين في الاستهلاك وبالزيف اللي في العالم كله. Look at it! A world built on fantasy. Synthetic emotions in the form of pills. Psychological warfare in the form of advertising. Mind-altering chemicals in the form of food. We live in a kingdom of bullshit. A kingdom you've lived in for far too long. So don't tell me about not being real. فبدأ يغير من ده وعايز يبني عالم جديد تماما، عالم حقيقي. وعشان يحصل ده لازم يهدم العالم القديم، ويبدأ من رفات العالم ده انه يخلق واقع احنا اللي بنتحكم فيه، وبنتحكم في حياتنا مش حد تاني بيتحكم فينا. ومن هنا بيبدأ المسلسل والصراع بتاع البطل بتاعنا. في البداية يا صديقي احنا عايشين في عالم بيتحكم فيه 1% من الاشخاص، وفي بداية المسلسل بيكلمك عن انه في 1% من ال1% دول بيتحكموا في العالم. 1% من 1%، فاهم حاجة؟ The top 1% of the
top 1%, the guys that play God without permission. احنا بقى عايشين في عالم مزيف، مشاعرنا مزيفة واكلنا مزيف وعلاقتنا ببعض غير حقيقية. مشاعرك ممكن تلخصها برياكت على الفيسبوك مثلا او انستجرام، ممكن تعمل علاقات مع ناس عمرك ما شفتهم ولا هتشوفهم، بناكل حاجات مصنوعة من مواد كيميائية، محاطين دايما بالاعلانات اللي بتقول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه، وايه اللي لو عملته هيكون على الموضة وايه لا، وبتوهمك دايما انك محتاج ودايما اقل من اللي متوقع. عالم مزيف بتتحكم فيه الشركات والاعلانات وبيلعبوا على اننا كائنات استهلاكية وبيوهمونا اننا محتاجين الحاجات دي كلها، وفي الحقيقة لا، عادي يعني. هم خلقوا عالم وعيشوك فيه وانت بقيت الضحية، ووهموك انك انت اللي مسيطر على كل قراراتك وافعالك، وانت بتختار بمنتهى الحرية، ولكن في الحقيقة انت بتختار بناء على الاختيارات اللي هم بيحطوها لك. انت غير متحكم في اي شيء. ومن هنا بقى بيظهر مستر روبوت اللي بيقرر انه يقضي على كل ده ويخلق عالم حقيقي. هو يعتبر الجانب الحر اللي جواه واللي بيتمرد على الواقع المزيف وبيحاول يخلق واقع جديد افضل وحقيقي اكتر. بجانب الفصام اللي بيعاني منه إليوت، ولكن المسلسل بيتكلم عن حاجة عميقة جدا، وهي الاغتراب، أو إننا مغتربين ومعزولين كلنا بلا استثناء. عندنا إحساس بالغربة وإننا في عالم مش علامته. إليوت شخص وحيد، ووحدته دي ناتجة بسبب الغربة اللي هو عايش فيها، وبيحاول بقدر الإمكان إنه يكسرها ويتواصل مع أي حد. وشفناه في المسلسل بيحاول يتواصل في العلاقات مع أنجيلا اللي هي أخته، ولكن بيفشل في ده. You're not answering my fucking question. Why are you here? What do you mean you invited me? محاولته للتواصل دي بتتكرر كتير لدرجة انه بيلجأ للاتصال الغير قانوني، انه يهكر حسابات الاشخاص التانية لمجرد انه يكتشف اسوأ حاجة عندهم ويكتشف ذاتهم ويحس انه مش وحيد وانه في حد زيه، وبيحاول يتواصل مع الواقع برضه، ولكن ما بيعرفش نتيجة القلق الاجتماعي اللي بيعاني منه، وبيستبدل ده بانه يتكلم مع ابوه المتوفي اللي هو مستر روبوت، ويتواصل بشخصية مستر روبوت دي في الحقيقة كأنها عامل مساعد ليه انه يعمل حاجة او يتغلب على حاجة هو بيخاف منها او مش قادر يعملها عموما. إضافة لحالة الاغتراب دي بتخلي عنده عدم إحساس بالمسؤولية، إنه دايما بيعلق تصرفاته على غيره وبيربطها بقيم نبيلة، زي إنه مثلا قتل عشان يبني عالم أحسن. لما رمى نفسه من فوق السور علق ده على مستر روبوت اللي هو شخصية خالية من مخه أصلا. 8 years old. هو مش قادر يتواصل مع نفسه حتى ولا مع العالم اللي بيحاول يبنيه ولا حتى مع العالم الحقيقي، فلجأ لحل تاني وهو شخصية مستر روبوت. هي دي اللي بيعرف يتعامل بيها ويتواصل بيها مع العالم، ولكن ده بيخلي عنده عدم تقبل للذات، وبيشوف ان مستر روبوت ده لا يمثله وبيحاول يتخلص منه بالمخدرات والهروب. ولكن الدكتورة النفسية بتحاول تخليه يتقبله ويتعامل معاه وانه جزء من نفسيته ومن شخص. وده ياخدنا في حتة تانية، وهي فكرة التأقلم، وانه يكون شخص طبيعي او انه يبقى إليوت بس. وهسألك هنا سؤال، ايه هو المشترك بيننا كلنا كبشر في العالم اللي احنا عايشين فيه؟ الإجابة يا صديقي هي الاستهلاك. احنا كائنات استهلاكية، كل حاجة أصبحت سلعة وعلى سبيل تبادل المنفعة، كل حاجة ليها مقابل، وحتى انت نفسك بقيت سلعة، بس يمكن احنا أرخص سلعة في كل السلع، ويمكن حتى احنا هنا برضو ما بقيناش استهلاكيين، يعني حتى الاستهلاك مش عارفين نستهلك. وبنشوف ده بقى بوضوح في شخصية تايلور ويلك، او ايا كان اسمه بينطق ازاي، اللي شخصيته تعتبر مثال للرأسمالية، وانه حتى العلاقات اللي بيخش فيها لمجرد بس انه يزود الربح بتاعه، انه ياخد قدامها مقابل مادي. كله قائم على مبدأ التبادل والاستهلاك. وهنلاقي إليوت عشان يبقى طبيعي بيحاول يخلي نفسه شخص استهلاكي، فهنلاقيه بيشتري من ستاربكس وبيتفرج على أفلام مارفل وبيتسوق وبيعمل كل حاجة تلهيه وتخليه ما يركزش في الحقيقة الكبيرة، وهو إنه عايش في عالم مزيف بشخصية مزيفة. جزئية تانية برضو في المسلسل مبنية على حتة الاستهلاك دي، وهي إن كل شيء أصبح سلعة، هي ان كل الشخصيات كلها بتسعى وراء التحكم. وده ليه؟ هقولك، انا وانت وكلنا بنينا عالم عايشين فيه، ومره واحده العالم ده يعني ايه ملكنا كده اتخطف واتسرق واتحكم فيه ناس تانية، وبقوا يبيعوا لينا وبيهمونا بعالم تاني مختلف تماما عن اللي احنا كنا عايشين فيه، وبقى داير حرب كبيره على السيطره والتحكم، ففي زي ايه لخبطه كده. فهتلاقي كل الشخصيات بتتصارع في انها تتحكم في حياتها او في حياه ناس تانية او في مصيرها. مثلا على سبيل المثال الوزير تشانج في المسلسل دايما مهووس بالوقت، لانه الحاجه الوحيده اللي مش عارف يتحكم فيها او يسيطر عليها. إليوت مهووس بالسيطره على مستر روبوت وعلى حياته. انت نفسك وانت بتتفرج عليه دلوقتي مش عارف تتحكم في حاجه، بل انه بيتم التحكم فيك وفي قراراتك، وبيهموك بحاجات ومنتجات عشان تكون ملائم للعالم بتاعهم. اشتري مثلا الساعه الذكيه الجديده دي، او عشان تبقى شخص اروش يعني، او اشتري عندنا شقه في الكومباوند الفلاني عشان تكون من صفوه المجتمع، او اشتري الايفون
اكس ماكس برو جديد عشان تبقى شخص ارستقراطي ومواكب للعصر. وانا بصراحه نفسي اشتري ايفون بصراحه، هعمل ايه طيب؟ اشتري البدله الفلانيه او الفستان الفلاني عشان تبقى زي المشاهير مثلا. اشتري واشتري واشتري واستهلك اكبر كم ممكن من المنتجات اللي بالتدريج هتلاقيها هي اللي بتملكك، وبالتدريج هتلاقي نفسك غريب في عالم غريب محاط بحاجات كتير جدا مش محتاجها وباشخاص مش شبهك، وهتلاقي نفسك وحيد. ببساطه يا صديقي، مستر روبوت هو انت اللي مدفونه جواك، الشخص اللي جواك اللي شايف كل حاجه غلط وشايف حقيقه كل حاجه، بس مش قادر يتحكم ولا قادر ياخد فرصه. وفي المجمل المسلسل بيتكلم عن اشخاص وحيدين جدا بيحاولوا الارتباط في عالم اتسرق منهم، ومن الصعب اننا نشوفه وما نشوفش فيه حياتنا لاننا عايشين بشكل او باخر في نفس العالم الراسمالي ده. والمسلسل عامل اسقاطات كتير جدا عن العالم الراسمالي اللي عايشين فيه، وفي مشاهد ومونولوجات جباره وصادمه ما نقدرش ما نذكرش التشابه الكبير بين المسلسل وبين افلام اتكلمت عن نفس النقطه دي، وانه اقتبس كتير جدا من الافلام دي وشخصيات متاخده من شخصيات في افلام تانية، زي شخصيه تايلر ويلك اللي متاخده من امريكان سايكو، وهو عباره عن شخص راس مالي استهلاكي لحد الجنون معدوم المشاعر، واللي كل شيء بيعمله فهو بسبب شيء مادي او في مكسب في المقابل يعني، وانه دايما مهتم بنفسه ومظهره الخارجي، وبيكره انه يكون في شخص افضل منه مهما كان حتى في ادق التفاصيل، كانه بيقول ان الانخراط في العالم ده وفي الرأسمالية هيحولنا بالتدريج لكائنات بلا مشاعر، كائنات مادية استهلاكية وبس. وشخصية إليوت اللي متاخدة من فيلم فايت كلاب، الشخصية اللي في الساقية ودوامة الشغل والرأسمالية، وبيقرر انه يتمرد على ده من خلال شخصية تايلر ديردن اللي هي مستر روبوت يعني بس في المسلسل، فاهم؟ ويقرر يثور على الرأسمالية ويهدمها ويكون هو ملك نفسه وحياته. وفي برضه تشابه مع شخصية نيو من فيلم ذا ماتريكس اللي هو خرج من المصفوفة وبيحاول ينقذ العالم منها، وبعض المشاهد مقتبسة من أفلام زي ماتريكس وفي فور فانديتا، والاقتباس ده ما هو إلا تخليد للأفلام دي. والمخرج سام إسماعيل مخرج المسلسل نفسه قال ده يعني، فما تقلقش. وانه عمل كده عرفان بالجميل لاهميه الافلام دي، فانها عرت العالم اللي احنا عايشين فيه وورته لنا على حقيقته، واننا عايشين في عالم مزيف واصبحنا بالتبعيه مزيفين زيه وغير قادرين على الخروج، اصبحنا جزء من المصفوفه. وبس كده، دي كانت كل حاجه عندي للحلقه النهارده. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وقول لنا عايزنا نتكلم عن مين الحلقه اللي جايه. وبس.